ازيكم حبايبي؟ وحشتوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. جاي لكم النهارده بعد فتره كبيره. والله هي ظروف كده يعني ملعبكه شويه. بصوا انا عامله النهارده اكله حلوه قوي، تحفه جامده جدا. وانتم عارفين انا مش هجيب حاجه كده اي كلام، كلها حاجات جميله زي ما انتم شايفين كده. بصوا المنظر الجميل ده، حاجه روعه روعه. شايفين المنظر؟ قلت النهارده اعمل لهم اكله كده غريبه شويه ومني اوريها لكم النهارده كده. هنا هنطلع بقى اوريكم الجمال ده والحلويات دي. بصوا الحلاوه، بصوا مقرمشه ازاي، صوتها لوحده يشهي بصراحه. بصوا صوتها لوحده يشهي. اقطع كده، بسم الله. بصوا الصوت، سامعين الصوت؟ حاجه جميله قوي بصراحه. بصوا الجمال، بصوا التحفه دي، حاجه تحفه بصراحه. بصوا الجبنه سايحه وجميله جميله جميله. هنا بقى اقطع كده، لازم زي كل مره انتوا عارفين ما بسيبش حاجه، لا لازم ادوق. بس يا رب ما تقع من ايدي، هي سخنه اصلا. طب انا هاكلها ازاي كده؟ مش عارفه. بصوا بقى هندوقها، بس تحفه والله، طعمها تحفه. مفروحه تحفه 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 بجد، خطيره. بس سخنه مولعه، طعمه قوي، لازم تجربوها. بصوا منظرها تنفع في اي عزومه، حاجه جميله قوي. يلا بينا بقى نشوف الحلويات دي اتعملت ازاي عشان مطولش عليكم. بس والله جميله جدا جدا جدا، البتنجان والبطاطس وحاجات كده فيها كلها تحفه. يلا بينا. وادي مقادير الاكله معانا، هي اللي احنا شفناها، جميله تحفه والله، جميله وطعمها حلو قوي. بطاطس محمره مكعبات زي ما انتم شايفين. السجق قطعته كده مكعبات صغيره وشوحته على النار كده، بس من غير اي حاجه، هو فيه توابل وفيه كل حاجه. وهنا البتنجان كذلك برضو قطعته كده صغيره كده وحمرناه، يعني حاجات سهله وبسيطه خالص. وادي معانا ورقه الجلاش، ومعايا الجبنه الموتزاريلا. عايزه تحطي جبنه رومي، تحطي اي جبن براحتك خالص، مفيش اي مشكله. عايزين برضو بدل السجق فراخ متقطعه، مفيش اي مشكله، يعني ممكن تنوعي بقى انت براحتك الخضار والحاجه اللي انت عايزاها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه ونحط ايه وتبقى اكله ان شاء الله جميله يا رب. يلا بينا. هنا اهو خلاص حطيت البطاطس زي ما انتم شايفين كده، قطعت عليها قرن فلفل كده رومي اهو، احمر اخضر اي حاجه يعني. هنا حطيت البتنجان على السجق اللي انا عاملاه، وهنزلهم بقى كلهم مع بعض كده، ياخدوا كلهم طعم واحد. تمام كده اهو. هقلبهم بقى كلهم في بعضهم كده عشان ياخدوا الطعم، على بال ما احضر ايه هقلبهم في بعض كده على بال ما احضر الجلاش والسمنه اللي هعمل بيها. تمام كده، اسيبهم ياخدوا بقى يشربوا من طعم بعضهم كده، ونجيب بقى جلاش ونشوف بقيه الخلطه بتاعتنا هنعمل ايه. هنا اهو خلاص بقى كده، انا عملت جبت انا ده مايونيز عاملاه. عايزه تحطي مايونيز حطي، مش عايزه مفيش مشكله، انا بس ده انا عشان كان عندي وعاملاه. بس هحطه بقى على الخلطه الجميله ديت اهيت. برضو هحط الجبنه، حبه جبنه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. دي كان عندي برضو حبه جبنه كده صفرة اللي هي الشيدر ديت، فهحط كده شويه عشان برضو ايه احتاج فوق الوش يعني حاجه كده بس، يعني تدي طعم وخلاص، مش اكتر ولا اقل. هبقى هقلبهم كلهم على بعضهم ونشوف بقى هنحشي ازاي الخلطه الجميله دي. بس كده هقعد اقلب كده اهو، اشرب الخلطه دي كلها ايه طعم المايونيز، برضو هيبقى حلو قوي فيها. هنا بقى خلاص اهو فردت الجلاش بتاعنا. هحط بقى ايه، اول حاجه هعملها كده، افرد الورقه، هحط كده عادي لو الورقه اتقطعت مفيش اي مشكله. هنا اهو خلاص حطيت ورقه الجلاش وحطيت جواها ورقه صغيره كده عشان تحمي القعر من تحت اللي هيتحط فيه الحاجه كلها. هنا ايه السمنه انا سيحتها طبعا مكان ما عملت السجق، فعشان كده فيها الفتافيت بتاعت السجق دي، عادي مفيش اي مشكله طبعا.
ادي برضو هنا اهو خلاص كده. هحط بقى ايه، بسم الله، الخلطة الجميلة دي. ممكن تحطي فيها زبادي برضو على المايونيز، هيدي طعم حلو قوي. انا ايه مش هملاها قوي عشان ايه ما تتفرتكش مني. تمام كده اهوت. نحط كده، نقفل كده بس كده. بس كده ادي كده اهو خلاص عملنا العملة دي. نحطها بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، جميلة جميلة جدا. شايفين الشياكة دي؟ نعمل بقى واحدة تانية برضو قدامكم. بعد كده بقى هخلص بقى انا الصينيه زي ما انتم شايفين انا عملتها قدامكم اهوت. هخلص بقى انا كده بنفس الطريقه، حاجه بسيطه خالص وسهله ما فيهاش اي افتكاسات. هعملها واوريكم عملنا ايه في الصينيه. بصوا الشكل الجميل بقى، وادي الشكل الجميل النهائي بتاع الفرن. خدت مني يا دوب تلت ساعه او ربع ساعه، يعني بنسيبها من ربع ساعه لتلت ساعه في الفرن تقريبا كده. مش اكتر من كده. تابعيها عشان ما تتحرقش، بس فوق وتحت. شغلت الشوايه وشغلت اللي تحت الفرن. وهنا غرفت لهم كده. بص المنظر الجميل، قلت اديكم برده فكره كده. كان عندي حبه رمان، رحت عملت لهم منظر كده. وطبعا لسه بقى نحط السلطات وبقيه الاكل يعني، بس انا بوريكم كده الحاجه اللي هي ايه اللي انا عملتها لسه معاكم دلوقتي. اشوفكم على خير بقى يا رب في فيديو جديد. واقول لكم ايه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في الاعجاب والاشتراك والسبسكرايب. واقول لكم ايه، باي 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 باي.